السلام عليكم المشاهدين، مرحبا بكم في قناتي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كيكه بارده غزاله كتجي شهوه منها. عندي هنايا البسكوي باكيه ونص، اي نوع ديال البسكوي بغيتو ديروا منه. عندي هنا 5 دراهم ديال الشوكولات ابيض غادي نحتاجوه. عندي هنايا 2 معالق كبار ديال لا كريم باتيسري. عندي هنايا 2 دانون ديال بيغلي بدون سكر. هنايا عندي 4 المعالق ديال المايزينا. عندي هنا 4 المعالق ديال سنيده، وهنايا عندي 4 المعالق ديال الزبده تكون النوع الممتاز. بالنسبه للحليب انا عندي هنايا يوترو لاروب اللي غادي نحتاجو ديال الحليب. عندي هنايا خنيشه ديال الفلون العادي ديال درهم، وهنايا عندي 2 ساشيات ديال الفاني ورشه ديال الملح. دابا غادي نحتاج البسكويت، غادي نهرمشو بيديا بهذه الطريقه. انا غادي نطحنو في الهاشوار باش انا غادي نوريكم النتيجه اللي غادي نتحصل عليها. المهم غادي نهرمشو هكا شويه وغادي نفوتوه في الهاشوار باش كطحنا كتسهل علينا المأموريه، ونكمل معكم ان شاء الله. بالنسبه للبسكوي انا فرتته غير بهذه الطريقه عشوائيه. غادي نطحنو في الهاشوار ديالي وغادي نوريكم النتيجه اللي غادي نتحصل عليها ان شاء الله. بعد ما طحنت البسكوي ديالي بهذا الشكل هذا، ها نتوما كتشوفوا، انا غادي ندوب الزبده نديرها في مقيله وغادي ندوبها، غادي تجيني بحال لون ديال تقريبا ديال الكراميل. وعاد غادي نخلط ديك الزبده اللي دوبت، غادي نخلطها هنا مع البسكوي ونرجعها نطحنها، وغادي نوريكم مرحله بمرحله ان شاء الله. دابا الزبده انا درتها في المقله ديالي، انا غادي نردها تذوب ونوريكم اللون اللي تحصلت عليه. كتجي غادي نكبها هنايا في البسكوي ونطحنو باش الزبده تدخل كامله في البسكوي ديالنا باش تعطينا نتيجه هائله ان شاء الله. ايوا صافي، دابا انا غادي نطحن ونكمل معاكم. بالنسبه للبسكوي ديالي راه زدت له معلقه، ما تجمعليش، زدت له معلقه كبيره، دوبت الزبده وزدتها في البسكوي. هاد النتيجه اللي تحصلت عليها ها هي. دابا انا غادي نكبها في الاناء الطبسي وغادي نديرها في المول الاطار، اي اطار بغيتو ديروه، مربع دائري قليب على شكل ورده اللي حب خاطركم مرحبا. دابا انا غادي نكب البسكوي ديالي. بعد ما البسكوي ديالنا راه تقريبا جا لنا في الكونجيلاتور في الفريغو، دابا غادي نبداو المرحله الثانيه نوجدو فيها. غادي ناخذ الحليب ديالي يوترو لاروب، غادي نكبو في هذا الانبول، غادي نزيد عليه سنيده وغادي نحرك مزيان. غادي نزيد 2 خنيشات ديال الفاني. غادي نزيد هنايا 4 المعالق ديال المايزينا وغادي نحرك مزيان بهذه الطريقه هكا. بعد ما عقدت ليا، شفتوا الخليط كيجي كثيف. دابا انا غادي نزيد الشوكولات، عندي هنا 5 دراهم شوكولات ابيض، وغادي نحركو مزيان تذوب لنا الشوكولات، يذوب لنا الشيكولا. بعد ما هي درتها في الكاسرونه الشوكولاته، ها هو داب، شفتوا الخليط اللي تحصلت عليه ها هو. دابا خلط دفات لي شويه، انا غادي نزيد 2 بيرليات وغادي نحركو مزيان بهذه الطريقه هكا. نتوما حركوا نخلطوا الخليط مزيان باش يكون متجانس صافي. وغادي نكبوا الطبقه الثانيه ونخليوها عاوتاني في المجمد تقريبا نص ساعه ونمشيو للمرحله الثالثه ان شاء الله. دابا انا غادي نكب الخليط ديالي هنايا على الكيك. هانتوما نديرو كامل. دابا الخليط الثاني حنا درناه في المول على البسكوي، دابا انا غادي نديرو في المجمد تقريبا نص ساعه وغادي نمشيو للمرحله الثالثه ونقدموا الكاطويه ديالنا ان شاء الله. دابا غادي نصايبوا الكلاصاج ديال الطبقه الثالثه. عندي هنا كاسونس ديال الحليب، بسم الله. غادي نضيف 2 معالق ديال السكر سنيده، غادي نضيف 2 معالق كبار ديال لا كريم باتيسري،
غادي عندي هنا ساشي ديال الفلون عادي ديال درهم ديال ايديال، عندي ساشي ديال الفاني، ونحرك مزيان. ومن بعد من نردوه على البوطه حتى يوجد لنا عاد نضيفوا ليه طرف ديال الزبده. ما وجدنا الخليط الثالث ديال الطبقه الثالثه غادي نخليوها غير واحد شويه تبرد لنا. شتو كي جات. دابا غادي نكبوها على الطبق الثاني ونديروها عاوتاني في المجمد ونخليوها تبرد ونديروا لها المونطاج ديالها بالفواكه ان شاء الله. من الاحسن ملي يكون الخليط باقي شويه خفيف زربوا عليها دغيا باش ما تقصح لكمش، باش تجيكم في المونطاج تجي كتبري وكتعطي واحد اللمعان غزال. دابا انا غادي ناخذها نديرها في المجمد واحد 2 سوايع حتى 3 مع الحراره تبارك الله. دابا غادي نديروها تبرد مزيان ونكملوا ان شاء الله بحول الله. ها هي الحلوه ديالنا وجدات، وراني غادي نحيدها من الاطار غير بشويه بهذه الطريقه. نحيدوها غير بشويه، ندوزو الموس غير بشويه حتى تحيدنا من الاطار. بالنسبه للتزيين غادي نزوقو بكيوي. عندنا الشهديه، راه حنا في فصل الصيف جميع الفواكه موجوده، اللي عندنا متوفر في الدار غادي نزوقوها به. بعد ما سالينا الحلوه ديالنا جات غزاله شهوه منها. تشوفوها غير منظرا تقولوا ما شاء الله. نتمنى تجربوها ان شاء الله لوليداتكم والافراد الاسره ديالكم الكبيره والصغيره في اعياد الميلاد، اي مناسبه. ضيف لي عزيز على قلبكم علاش لا. ما تنسونيش في اللايكات ديالكم. الله يجازيكم بخير. دعواتي لكم بالصحه والهنا والعافيه. وش نقول لكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.